السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات الكريمات، الإخوة الكرام، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي الحبيب. قبل ما نبدأ معكم، اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. خوتي خواتاتي، اليوم جيت نقدم معكم دجاج محمر على الطريقة ديالي. دابا باش ما نطولش لكم خوتي خواتاتي، نخليكم مع المقادير طريقة التقديم. المهم عندي هنا جوج ديال الدجاجات، عندي داك الكبيدات ديالهم، الكنيزات ديالهم، المسائل ديالهم كاملين، يعني من بعد ما غسلتهم كلشي. المهم في المقادير عندي واحد البصله مشلطه، قزبر ومعدنوس، عندي الثومه محكوكه، عندي اللب ديال الحامض، عندي زيت الزيتون، عندي واحد الكاس ديال الماء، وعندي في العطريه عندي البزار، سكينجبير، الخرقوم، جوج ديال المكعبات ديال الزعفران، عندي الملحه، عندي الهريسه. المهم هنايا جبت واحد الكاس ديال المونيكس، عملت فيه ديك البصله، عملت فيه ديك الثومه، الربيع، داك الكاس ديال الماء، داك ربع كاس ديال الزيت. المهم طحنت الكل مع بعضياتو يعني مزيان حتى تجانست ليا يعني المكونات. وجدت واحد البول اللي غادي نعمل فيه ديك الهريسه، العطريه اللي عندي يعني كامله، شويه ديال الملحه والسمن وجوج ضمات ديال الزعفران وجوج ضمات ديال الكنور. وغادي نجانس المكونات كامله. هنا زربت الفيديو باش ما نطولش عليكم الفيديو خوتي ما يجيكمش يعني طويل. هنا زدت داك 4 كاس بين الزيت العاديه وزيت الزيتون، وهنا كنساجم دوك المكونات اللي عندي كاملين حتى كنحصل على واحد الخليط اللي غادي ان شاء الله يا ربي الحبيب غادي ندهن به ديك الدجاجات يعني مزيان. ويستحسن هاد الترقيده يعني ترقدوا بها الدجاج وتخليوها يعني ليله كامله. والثومه طبعا يعني حتى الثومه راه درنا الثومه والحامض والبصله والربيع، خرقوم، الملحه، سكينجبير، السمن الحار، يعني كنور ديال الزعفران. هنايا كندخل ديك القامه كامله في ديك الدجاجه وكنثقب لها يعني الصدر ديالها بالصبع ديالي باش يعني كتدخل ديك القامه في داك الصدر باش كيجي لذيذ وبنين. المهم شرملت الدجاجه ديالي الاولى وعملتها في الطنجره. هنا درت الدجاجه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، يعني كندخل فيها ديك القامه مزيان. هنا كتشوفوا كيفاش كنضغط على الصدر، تقدروا يعني ديروا الرموش ويعني كترقدوه يعني مزيان في ديك القامه، كتشرملوه مزيان، كتدخلوه يعني بين الجلد وديك اللحيمه باش كيدخل داك القامه كامله مزيان. كنقادو يعني دوك الخيطات كنقادوهم وكنجيب واحد الخيط ضروري خوتي خواتاتي باش نعقد دوك الدجاجات باش ما يتحلوش ليا. كما كتعرفوا الدجاج خوتي خواتاتي دغيا كيتحل، هو كيهز الطياب ولكن بحال هكا كيجيكم واحد الطريقه اللي هو زوين، كيبقى يعني تحكموا فيه كما بغيتو، تحركوه وتقلبوه كلشي يعني حتى كتجبدوها وكتحمروها يعني على الخاطر ديالكم وكتحيدوا لها داك الخيط. هنا شوفوا يعني الشكل ديالها. هنا الشهوات تاكلوها هيداك خضره خوتي خواتاتي. هنا جبت واحد الطنيجره عملت فيها دوك الدجاجات ديالي على الصدر ديالهم، عملت واحد الكميه قليله ديال البصله وجدت ديك القامه اللي كانت شاط لي من هذاك الدجاج اللي بقات ليا حتى هي خويتها، وهذاك الطبيسي اللي كنت حطيت فيه الدجاجه يعني كيفاش رقدتها حتى هي هنايا، يعني ما زدت لا عطريه ولا حتى شي حاجه، هذا يعني كافي. هنا خوتي خواتاتي راني رديت الطنجره يعني على الفاخر. المهم كنبقى كنقلب في الدجاج، المهم كنوريكم زعما كي راني راده على الفاخر راني حاذقه. المهم كنقلب الدجاج كنبقى نقلب فيه المهم حتى طاب ليا مزيان. المهم هنايا حيدت الدجاجات ديالي بجوج بهم طابو. هنا بقات ليا ديك المريقه. هنا غادي نزيد عليها البصله من بعد ما شديتها وعملتها في الهاشوار، يعني قطعتها يعني صغيره. هنا زدت ديك البصيله وبقيت يعني كنحرك يعني فوق الفحم. وهنايا غادي نزيد اخوتي خواتاتي ديك الكبيدات اللي عندي وداك العنيقات ودوك الجنيوحات حتى هما غادي نشدهم وغادي نرميهم يعني في ديك الطنيجره وغادي نبقى نحرك.
المهم كما كتعرفوا خوتي خواتاتي التغميره باش كتعقد لكم خاصها ضروري العافيه مجهده. المهم هنايا حيدتها ودرتها يعني فوق البوطه وبقيت كنحرك فيها باش يعني كتعقد معايا وكتحصلوا على القوام اللي بغيتو. وهنا خوتي خواتاتي جبت واحد الخليط ما بين شويه ديال الزبده وشويه ديال الهريسه وشويه ديال المطارد اللي خلطتهم مع بعضياتهم ثلاثه بيهم، وغادي ندهن بهم اخوتي خواتاتي الدجاجات ديالي. يعني كدهنوهم كاملين. هاد التخليطه الصراحه كتجي غزاله اخوتي خواتاتي، كتعطي واحد المذاق زوين ولذيذ. المهم هنايا راني دهنت يعني الدجاجات ديالي كاملين بداك الخليط اللي عملت. ندهنو يعني حتى من الجناب. شتو خوتي خواتاتي ما كيتحلوش معاكم يعني الدجاج ما كيتحلش. المهم هنا الاخوات عندي الزيتون احمر. المهم انا كنكتفي غير كنكب عليه الماء طايب وكنعاود ثاني نصفي منه داك الماء طايب وكنعاود ثاني ندير له الماء طايب. هنا الدجاجات ديالي خوتي خواتاتي ها هما بعد ما تحمروا انا جبدتهم. المهم هنا جبت واحد التفصيل هنا كيبقى يعني على حسب الرغبه كيفاش الانسان كيقدم الطبق ديالو بعد ما زودت ليهم اخوتي خواتاتي يعني داك الخيط. هنا جبت داك الحامض مصيب داك القشور ديالو اللي بقاو ليا حيت خديت اللب يعني نقات فيه الدجاج، واحد نص ديال الحامضه يعني عمرته بالهريسه. هنا كما كتشوفوا اخوتي خواتاتي التغميره الصراحه كتجي غزاله. هنا واخا كتشوفوا يعني التغميره تبارك الله ما شاء الله يعني كانت كثيره، ولكن تبارك الله ما بقى منها حتى شي حاجه. كلشي صلع بي يعني تكال لانها جات لذيذه وبنينه بالله العظيم. المهم انا شاركت معكم غير الطريقه ديالي اخوتي خواتاتي. انا عارفه تبارك الله ما شاء الله النساء المغربيات كلشي حادين وكلشي كيعرفوا يعني كيفاش كيطيبوا. هنايا كنقدموا الطبق ديالنا الصراحه كيجي غزال. هنا من اللقطه ديال الكبده ما وريتهاش لكم. المهم اللي كانت يعني التغميره كطيب يعني زدت ديك الكبيده قطعتها رقيقه لانها دغيا كطيب. كان هذا هو الطبق ديالنا خوتي خواتاتي ديال الدجاج يعني محمر على الطريقه ديالي. وهنا كنت جبت واحد شويه ديال اللوز حتى هو شديته من بعد ما فسختو وقليته في الزيت يعني بارد. المهم هنايا بعد ما قدمت التبسيط ديالي غنحط عليه يعني الزيتون احمر بعد ما خويت عليه الماء طيب كنزرقو يعني به بحال هكا الطبق ديالنا. وهنا عندي شويه ديال اللوز حتى هو كنزرقو من الفوق. كان هذا هو الطبق ديالنا. كنتمنىكم تجربوه وتردوا عليا في الكومونتيرات ديالي. الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله يا ربي الحبيب.